4 أشياء إذا سواها الإنسان في رمضان راح يتغير بشكل كبير جدا. الأمر الأول تهيئة القلب في رمضان بشيء المفروض احنا نسوي هذا الشيء بشعبان مثلا. أكثر الاستغفار لله جل جلاله حتى يذهب الران عن القلب، يكون مسامح ويعفو عن المسلمين، مو عشان عشاني أنا أبي قلبي يصير طيب وصافي. اللي يكون قلبه صافي على المسلمين يتعجل نعيم الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. شيء الثاني تهيئة العملية. أنا الحين ندش رمضان وأنا مو مسخن له، فجأة أصوم 30 يوم، فجأة أصلي التراويح والقيام، صلي شوية قيام الليل، الشفع والوتر. لذلك الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الأمر الثالث القراءة، فضائل الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يترطب قلبك، تحس يا ربي لك الحمد أنك توفقني أني أنا أصوم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ترى الحين شوف أنا قلت 3 حديث بس، شوف شلون اشتقت تقرأ في فقه الصيام، تسمع لك شرح كتاب الصيام. الأمر الرابع دعاء، تدعي الله عز وجل أن يجعل رمضان هذا عليك جميل، يتقبل منك الصيام والقيام، تدعو الله عز